أهلا. عارف إن إحنا خلاص بنخلص 2025، محتاجين نعرف إزاي نبدأ 2026 وإزاي نحقق فيها اللي إحنا معرفناش نعمله في 2025. بس لو قلتلك إن 2026 السنة دي هتبقى بتاعتك أنت وخلاص هتقدر تحددها من النهاردة، أكيد أنت بتقول إيه الهبل ده وإيه اللي هو بيقوله ده. بس ركز معايا وخليك معايا للآخر. اللي هيحصل في 2026 مش حاجة سحرية نزلت من السما، دي كلها تبقى نتائج كل تفكير، كل قرار، كل كلمة إن أنا مش قادر، وكل كلمة أبص للي حواليا، وكل كلمة مش نافع دلوقتي. الفرق هنا في الطريقة اللي هتخطط بيها للسنة دي. فالسؤال الحقيقي، لو استمريت في حياتك البطارية دي بالطاقة دي بالتفكير ده بالروتين والخوف ده، فما تتفاجئش لما تيجي في 21 ديسمبر 2026 وتلاقي نفسك لسه في نفس المكان بتاعك ومفيش أي حاجة اتغيرت، وتقعد تلوم في نفسك وتقعد تقول إن الدنيا مش عادلة. ركز معايا عشان الفيديو دوت مش عن إن أنت إزاي تختار ألوان مش عارف إيه في حياتك، ولا إن أنت تقعد تكتب أمنياتك، لا ده فيديو عن إزاي تخلي سنة من عمرك فعلا تبقى فارقه. ازاي تقوم في اول 2026 وانت عندك خريطه وعندك بوصله وعارف انت رايح فين. طيب تحب نبدا من فين؟ انا شايف ان نبدا من الحته اللي كلنا او معظمنا بيتجاهلها. عشان نبني مستقبل قوي وصح لازم نفهم اساسيات الماضي. يعني ايه الكلام ده؟ اكبر غلطه بنعملها لما بنيجي نخطط لحياتنا او للمستقبل بتاعنا ان احنا بنقعد نشوف احنا عايزين ايه، انما ما بنشوفش احنا عايزين الحاجه دي ليه او ازاي هنعملها. انك تقعد تكتب قائمه امنياتك بس ده مش تخطيط. يعني الفرق بين الامنيه والتخطيط، كلنا عندنا امنيات. يعني مثلا انا عايز ابقى غني، انا عايز ابقى فت، انا عايز ابقى مبسوط، كلها حاجات ورديه، كلها حاجات جميله بس موجوده في دماغنا. بس الخطه دي حاجة تانية خالص. الخطة بتبقى عبارة عن مين اللي هيقوم أصلا بكرة بدري عشان يحقق الحاجات دي، مين اللي هيقول لأ الحاجات هو بيحبها دلوقتي عشان حاجات أحسن بعدين في المستقبل، مين اللي هيواجه الموقف الصعب اللي هيبقى محطوط فيه بدل ما يهرب منه. الأمنية دايما بتبقى في المخ، بتبقى في عقلك أنت، انما الخطه تبقى على ارض الواقع، تبقى في وسط التعب وفي وسط الاختبارات اللي انت بتمشيها كل يوم من غير ما حد يشوفك. فلازم نسال نفسنا السؤال الصعب: هل انا عندي امنيات ولا انا عندي خطه؟ طيب هنا قبل ما نفتح ورقه جديده اسمها 2026 لازم نقفل الورقه القديمه اللي كانت 2025. بس مش هنجلد الذات ولا هنطلع مبررات ولا هنعمل اي حاجه، احنا بس هنقيم بمنتهى الوضوح وشويه اسوأ عدله. ركز معايا شويه كده، اقفل عينك وغمض عينك وفكر كده انت في اول يوم في 2025 كان نفسك تعمل ايه، وكان نفسك توصل لايه في اخر السنه، وكان عندك نيه ان انت تغير ايه في حياتك. شغلك مثلا، تركز على صحتك وتنزل الجيم، علاقتك مع اهلك، انك تتعلم حاجه جديده وتطور من نفسك. دلوقتي بقى فتح عينك وقول لي انت حققت ايه من الحاجات دي كلها، انت انجزت كام في المية من الحاجات اللي انت قلتها، وايه الحاجات اللي فضلت على حالها وما اتغيرتش، وكان ايه السبب اساسا اللي خلاها ما تتغيرش. دي اول خطوه في رحله التغيير بتاعتنا. فلو دورت على التبريرات وان انت تبرر لنفسك انت ليه ما عملتش، هتلاقي حاجات كتيره قوي، هتلاقي تبريرات اكتر من اللي يجي في دماغك. مثلا الوقت ما كفانيش، مثلا عندي مسؤوليات كتيره، مثلا محدش ساعدني. بس الحقيقه اللي هتفرق معاك بجد، الدنيا ما بتتغيرش بالظروف، الدنيا دايما بتتغير بالقرارات اللي بناخدها. والقرار هنا مش لازم يبقى قرار كبير وحاجه كبيره بقى ولازم حاجات كتيره والكلام ده، ممكن قرار صغير تقعد تكرره على مدار الايام لحد ما هتلاقيه غير مسار حياتك كلها. لو عاده بسيطه وصغيره وبتعملها كل يوم هتغير مسار حياتك بعدين. طيب خلينا نحدد الاتجاهات بتاعتنا. خلينا نقول ان حياتنا في النهايه عباره عن شويه دوائر: دايره شغل وفلوس، دايره الصحه، دايره السلام النفسي والمشاعر، دايره علاقاتك زي اهلك زي اصحابك، دايره النمو الشخصي ان انت عايز تطور حاجه في نفسك، عايز تتعلم مهاره جديده، عايز تاخد لغه مثلا. خد ورقه دلوقتي وقسم الخمس اجزاء دول، ودلوقتي اسال نفسك سؤال في كل جزء: انا عايز بعد 2026 ولما نوصل لاخر 2026 انا عايز اكون حققت قد ايه من كل دايره في دول، عايز اكون فين من كل جزء في الاجزاء الخمسه اللي انا كتبتها. ما تجيش تقول لي انا عايز ابقى تكون حياتي صحيه، دي امنيه. يعني اللي انت بتقوله ده تمني، انت بتتمنى ان انت حياتك تكون صحيه. قول انا عايز اوصل لوزن كذا، قول مثلا انا عايز امشي نص ساعه لمده 5 ايام في الاسبوع، وعايز اسيطر على الضغط بتاعي وما اروحش اطلب اكل من بره كل شويه كل ما اتزنق. ما تجيش تقول لي برضو انا عايز اقدم على شغل، قول عايز اتعلم مهاره، سمي المهاره اللي انت عايز تتعلمها دي. يعني عايز اتعلم مهاره اي حاجه انت عايزها دلوقتي، عايز اتعلم مهاره كذا مثلا، وعايز اقدم في مشروع كذا، يبقى برضه مشروع انت عارفه، واكون مؤهل ان انا ابقى في المنصب الفلاني، او مثلا يزيد دخلي كل شهر بمعدل كذا. انت حاطط ستيبس تمشي عليها، تحقق واحده توصل للتانيه توصل للتالته كده. لما تحول الحلم لوصفه عمليه وقتها بيبقى عندك رؤيه، ما عندكش اوهام. وهنا بنوصل لاكبر غلطه بنعملها كلنا: بنحلم بالحياه المثاليه. والحياه المثاليه دي اكبر كذبه، اللي هي بيبقى كل حاجه فيها ورديه، حياه ما فيهاش اخطاء، ما فيهاش تعب، ما فيهاش
اي حاجه غلط. دي حاجات بتقلل الحماس اللي عندك، عشان انت مع اول عقبه بتقابلها او اول مطب بيقف قدامك انت بتتدمر. وبدل ما تحلم بحياه مثاليه، احلم برؤيه واقعيه على ارض الواقع تقدر تحققها. ودايما حط في خطتك ان في نسبه فشل، بس خليها نسبه فشل مؤقته. يعني انت لما تيجي تقع على اي سبب من الاسباب، ان انت كسلت، ان انت كسفت في مره، ان انت هتتاخر او اتاخرت، فلازم تحط نسبة فشل مؤقتة ان انت ممكن تفشل. بس المهم تكون حاطط طريقة، لو انا بعد ما اقع وافشل واكسل مثلا او اتأخر، فانا هرجع تاني ازاي امشي زي ما كنت. يعني خلي في مرونة، في سماحية ان انت ممكن تقع عادي جدا، بس برضو زي ما في سماحية ان انا ممكن اقع، لازم ابقى عارف انا ازاي هرجع واقوم تاني. برضو من الغلطات الكبيرة فوبيا البدايات، بنقول ان انا لازم ابدا ولازم الظروف اللي حواليا دي تبقى مثاليه، وبنفضل برضو مستنيين الظروف المثاليه انها تيجي، ولا دي بتيجي ولا احنا بنبدا. الحل هنا ان انت لازم تبدا، حتى لو ظروفك مش مناسبه، حتى لو الظروف اللي حواليك صعبه، حتى لو الظروف اللي حواليك ايا كانت ايه هي، حاول تبدا. بس يعني حاول تحط اول خطوه، ابدا. ولو حتى هتبدا صغير قوي، اللي هو هتقرا صفحه كل يوم، اللي هو مثلا آه، انا همشي 100 خطوه كل يوم. بس الحركه لو حتى صغيره بتحولك من واحد قاعد مستني لواحد بيعمل، واحد شغال، واحد بدأ. طب ازاي نبني اهداف تخلينا نتحرك بس ما نتحمسش على الفاضي ونقف مكاننا تاني؟ انت عادي ممكن تقول انا عايز اعمل واعمل واعمل واعمل، وتتحمس والحماسه تاخدك وبتاع، في الاخر تفضل واقف مكانك ما تعملش اي حاجه. طيب ده بيوصلنا لاهم جزء، وهي العادات اليوميه بتاعتنا. وخلينا هنا نتكلم عن العادات الصغيره مش العادات الكبيره اللي انت ممكن تستصعب ان انت تعملها، لا خلينا في العادات الصغيره. خلينا نقسم السنه، يعني السنه 365 يوم، احنا مش هنخليها 365 يوم، احنا ممكن نعمل عادة واحدة بس صغيرة وبسيطة كل يوم على مدار السنة. يعني ما تفكرش ان انا عايز مثلا اخس 20 كيلو، لا افكر ان انا هشرب مية مثلا كل يوم، طبعا المية بتخسس. همشي مثلا 10 دقايق النهاردة، وبكرة تعيد نفس الحوار. لما تركز على اليوم او العادة الصغيرة اللي انت بتعيشها كل يوم، السنين هتتغير كلها تحت رجلك. الانضباط مش معناه ان انت محتاج قوة ارادة جبارة عشان تحققه. الانضباط معناه ان انت تختار الصح مرات كتيرة لحد لما يبقى عادة طبيعية عندك، حاجة بتعملها في اللاوعي بتاعك، حاجة انت اتعودت عليها فبتعملها تلقائي. الفلوس مثلا، ابدأ ان انت تعين مثلا 5 جنيه كل يوم. علاقاتك مع اهلك، مع اصحابك، مع الناس اللي حواليك، اتصل كل يوم مثلا بحد انت عارفه تطمن عليه، تقوي العلاقات اللي بينكم. الشغل خصص مثلا تلت ساعة كل يوم او ربع ساعة كل يوم تتعلم حاجة جديدة في المجال بتاعك. الصحة مثلا، ممكن تنام ليلتين مثلا بدري، ما تنامش كل يوم بدري، نام ليلتين بس بدري في الاسبوع. دي كلها حاجات صغيره جدا، انت لو شفتها هتلاقيها حاجات بسيطه جدا وصغيره جدا، بس لما تعملها كل يوم وتتعود عليها وتحطها ان هي بقت روتين في يومك، هتغير حياتك، والنتائج بتاعتها هتشوفها على مدار السنه. انا عارف ان في ناس قاعدين بيسمعوني وحاسين ان هم متاخرين، ان سنين عدت، ان فرصهم ضاعت، ان هم متاخرين وان هم تايهين ومش عارفين يبداوا منين وازاي. كلمتي ليك ان مفيش حاجه اسمها متاخر، مفيش حاجه اسمها ضاعت. الساعه بتاعتك مش بتاعت غيرك. اللي ضاع فعلا واللي هيفضل يضيع منك ان انت هتفضل قاعد مكانك وما تتحركش وتفضل تكرر نفس الحكايه، مجرد ان انت بتفكر في خطه، وان انت بتفكر ان انت تتغير، وان انت بتسمع الفيديو ده دليل ان انت لسه جواك حته كده عايزه ترجع تاني، حته لسه ما اتطفتش. تاريخ ميلادك وعيد ميلادك اللي بيجي ده دليل ان انت ما انتهتش لسه، دليل ان انت بقى عندك خبره اكتر في الحياه وتقدر تبدا ومن مكان احسن. فكر فيها كده، لو قدرنا نتقابل تاني في ديسمبر 2026 واقف قدامك واسالك ايه الدنيا معاك، وصلت لفين، عملت ايه، انجزت ايه في حياتك، ايه الرد اللي انت هتبقى فخور ان انت تقوله؟ هتقول لي ماشي الحال لسه زي ما انا ما انت عارف، ولا هتقول لي والله ده حصل حاجات كتيره، والله ده انا اتعلمت كذا، ده انا عملت كذا، ده انا خلصت، ده انا سويت؟ هتلاقي في تفاصيل كتيره في حياتك اتعملت، هتلاقي في نجاحات، في انجازات كتيره انت عملتها، هتلاقي نفسك بقيت مختلف عن زمان، مختلف عن اول السنه اللي انت بداتها، وهتلاقي نفسك هنا فخور باللي انت عملته واللي انت بتعمله واللي انت لسه هتبدا تكمل عليه. القرار اللي انت هتاخده النهارده هو اللي هيبدا يحدد اجابه السؤال ده. طيب خلينا نلخص، وابدا خد ورقه واكتب فيها 2026 في نص الصفحه، وحواليها الدوائر الخمسه اللي احنا قلناهم: الشغل والفلوس والصحه والنفسيه والعلاقات والنمو. كل دايره اكتب حاجه واحده عمليه وحقيقيه وعميقه يكون انت نفسك تحققها في 2026، وبعدين وراها اكتب اول خطوه، ولو حتى خطوه صغيره انت تبدا تعملها بس من بكره، مش الشهر الجاي، مش الاسبوع الجاي، مش اي حاجه، من بكره. وابدا من بكره، قرر ان انت تكون صانع القرار، ما تكونش ضحيه الظروف. كل يوم قرار صغير بيبني سنه، والسنه بتبني عمر.
وده بيوصلنا لاخر حاجه انا عايز اقولها لك. انت لو وصلت لهنا فانت حاسس ان الكلام ده لمس حاجه جواك، وان 2026 ممكن تكون صفحه جديده فعلا. فما تفوتش الفرصه دي عليك. سيب لايك عشان تثبت لنفسك ان انت خدت القرار ده. اكتب لي في الكومنتات انا ناوي على 2026 على ايه. قول لي انت ناوي على ايه في 2026، واكتب الحاجه العمليه الصغيره جدا اللي انت ناوي تعملها، حتى لو هي هتبقى ماشيه 10 دقائق كل يوم، علشان لما تكتبها هتلاقي نفسك ان انت وعدت نفسك قدام الناس. وانا شخصيا هدخل ارد على كل كومنت اشجعكم. واشترك في القناه عشان الفيديوهات الجايه كلها مش رفاهيه، دي جزء من الخطه اللي احنا هنمشي عليها. هنتكلم عن تفاصيل زي ازاي تتغلب عن المماطله، ازاي تدير وقتك، ازاي تبني ثقه في نفسك. كل الحاجات دي وحاجات تانية كتير هنتكلم عليها خطوه بخطوه. هنبني مع بعض العقليه الجديده دي علشان الحياه اللي انت تستحقها. انا هقول لك ربنا يوفقك، وهقول لك حاجه مهمه جدا: قوي نيتك، والتوفيق ده هو اللي انت هتجيبه بايدك وبافعالك وبقراراتك. عايز اقول لك واكد عليك ان الرحله مش سهله، بس تستحق، وان انت اقوى مما تتخيل. 2026 بتاعتك وابتدت من النهارده. السلام عليكم.